اهلا بيكم. معلومة النهاردة تهم التمريض كتير جدا. يعني لو عندك حالة هتعمل لها بذل اكتر من 5 لتر، فلازم طبعا تعوض بالبيومين. طالما هنبذل اكتر من 5 لتر لازم نعوض بالبيومين من 6 ل 8 جرام للتر الواحد. يلا نعرف ازازة الالبيومين ديت اللي عندنا بتبقى كام ملي، والتركيز بتاعها لو مختلف فيها كام ملي، ونتعامل معاها ازاي. فيلا بينا. طبعا زي ما قلنا اي مريض هنعمل له بذل اكتر من 5 لتر بيتم تعويضه بالبيومين، وزي ما قلنا 6 ل 8 جرام البيومين. طيب نعرف ازاي الازازه بتحتوي على كام جرام. في عندك ازازه بيبقى مكتوب عليها كبيره شويه كده، بيبقى مكتوب عليها 100 ملي 20%. 20% ديت يبقى بتحتوي على 20 جرام البيومين. فانت هتدي ازاي؟ احنا قلنا لكل لتر من 6 ل 8 جرام، وقلنا ديت بتحتوي على كام؟ 20 جرام اللي هي ال 100 ملي، اللي هي ال 100 ملي 20%. فقلنا هنبذل كام؟ 10 لتر. طيب 10 في 6 بكام؟ ب 60. يبقى هندي منها 3 ازايز اللي هي 100 ملي 20%. طب لو الازازه اللي اصغر منها اللي هي ال 50 ملي 20% برضو، دي بتحتوي على 10 جرام البيومين، يبقى هندي منها كام؟ 6 ازايز. طيب في ازايز تانية اللي هي 100 ملي 25%، دي بتحتوي على كام؟ على 25 جرام البيومين، فهنحسب الجرعة ونديها. طيب في الازازة اللي اصغر منها اللي هي ال 50 ملي في 25%، دي بتحتوي على 12.5 البيومين، فهندي منها حوالي 5 ازايز. يبقى الخلاصة ان احنا اما ندي البيومين بنديه امتى؟ لما نعمل بذل اكتر من 5 لتر، وبندي على كل لتر اتعمل له بذل او اتسحب من 6 ل 8 جرام البيومين. بنشوف الازازة اللي عندي كام ملي وتركيزها كام في المية، وكده يبقى حسبنا الجرعة بتاعتنا. نقول الجرعات تاني على طول بسرعة او التركيزات. عندنا ازازة بتبقى 100 ملي 20%، ديت بتحتوي على 20 جرام البيومين. وفي الازازة اللي اصغر منها اللي هي 50 ملي وفيها 20%، برضو دي بتحتوي على 10% البيومين، 10 جرام البيومين. وفي عندي تركيز ثالث اللي هو ال 100 ملي 25%، دي بتحتوي على 20 جرام البيومين. وال 50 ملي 25% دي بتحتوي على 12.5 جرام البيومين. فانت تعرف انت هتسحب كام لتر، وتحسب جرعة البيومين بتاعتك. ولو هي عالية شوية عن ال 6 جرام مفيش مشكلة، اللي احنا قلنا من كام؟ من 6 ل 8 جرام. طيب لو هسحب اقل من 5 لتر بعمل ايه؟ لو هسحب اقل من 5 لتر ما بديش البيومين، طالما وظائف الكلى بتاعتي عندي كويسة. يعني احنا ما بديش البيومين الا لو هنسحب او هنبذل اكتر من 5 لتر. ودمتم بخير، وديت كانت معلومة على السريع، يا رب نكون استفدنا منها.